السلام عليكم. أنا هيثم الشبلي، طالب ثانوي وطالب علم شرعي سابقا. شاركت في الحملة التي حصلت على فلول النظام البائد في الساحل السوري. خلال مرورنا في الطريق رأيت تبكي على 3 من الشبان، الذي تبين لي لاحقا بعد أن سألتها أنهم أولادها. يعني استغربت من انتشار صور لنفس الأم مع نفس الشباب المقتولين، ما توقعت أنها تنتشر. فبعد ما انتشرت، يعني بعض الشباب اللي كانوا موجودين معي وبعض الشباب اللي شافوا الفيديو معي وهم بيعرفوا إنه أنا حكيت قدامهم إنه سبحان الله بشوفوا الأم هاي، إنه اللي قتلهم ما في قلبه رحمة، لازم قتلهم بعيد عن أمهم إذا يستحقون القتل، وإذا ما يستحقون القتل لازم ما قتلهم، من هالحكي هذا. الكثير من الناس الذين أعرفهم ألحوا علي أن أنشر الفيديو، فنشرته. ألحوا علي أن أنشر الفيديو كدليل ضد من يقول أن من قتلهم هم قوى الأمن العام. فنشرت الفيديو ووضحت في كتابتي أننا دخلنا إلى هذه المنطقة بعد اشتباكات عنيفة ووصلنا إليها، وقد تبينت من كلام السكان. كان هناك فتاة تقف مع هذه المرأة، تكلمت معها وتبين لي أنه قد تم قتلهم من الصباح. تمام؟ ونحن دخلنا تقريبا قبل أذان المغرب بساعة أو بنصف ساعة، وأجسامهم كانت باردة ومحطوطين بالشوارع، وأمهم ما قدرت تطلع لهم إلا قبل ما أن يجي يعني تقريبا فترة ساعة زمان حتى انتهت الاشتباكات بشكل كامل. فجاء بعض الولدان الذين سيحاسبون وتصوروا فوق هذه الجثث وأساءوا إلى هذه المرأة، ونحن براء من هذه الأفعال، لأنها تنافي الأخلاق الإسلامية وتنافي الإنسانية. فهذا ما حصل بشكل مختصر جدا جدا جدا، وجزاكم الله تعالى خيرا لمن أحسن إلينا، ومن أساء إلينا فعفى الله عنه.